اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على النبي يا جماعة، وعاملين ايه؟ وحشتوني. دلوقتي بقى كده، كل سنة وانتم طيبين، العاد علينا وعليكم الأيام بخير يا رب. أنا أخدتكم بقى معايا كده ساعة صلاة العيد. طبعا مش كله هتكلم فيها، تسمعوا برضو صلاة العيد وكده. انا قلت بقى كده اسرع لكم فيديو الطريق علشان ما يبقاش طويل عليكم. نعم يا يعني، على فكره انت اللي كنت مأخرني في مونتاج الفيديو ده، وعلشان كده بسببك انت تتأخر في النزول. ما تنرفزنيش، ما تعصبنيش، بس ابعد عني، ابعد عنه وسيبني امنتج الفيديو. حرام عليك، اتأخر كتير جدا. عيط. وبعد كده بقى طلعنا نتمشى شوية على الكورنيش. اليوم كان حلو جدا، وما تفكريش ان الفيديو لحد هنا خلص معايا، لا لا، ده لسه الفيديو طويل. انا مصوره لكم اليوم من اوله لاخره. خليكي بقى معايا وتابعي الفيديو للاخر، وصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وبعد كده بقى، بعد ما تمشينا شوية، رايحين بقى نعيد على حبايبنا وكده، لكن مش هصور. كنت نسيت اوريكم عباية العيد في اول الفيديو، فوقفت العربية ونزلت مخصوص عشان اوريكم عباية العيد. خرجنا بالليل بقى، وكنت بقول لكم كل سنة وانتم طيبين. تعالوا بقى كده نخرج خروجه مع بعض. وتابعوا معايا الفيديو للاخر، خروجه ان شاء الله تعجبكم جدا. اجواء بقى حلوة كده، مع الاخوات وولاد العم وولاد العمة. كانت خروجه حلوة جدا. تابع بقى معايا الفيديو للاخر، واللي ما حطش اللايك يحطوا اللايك، يعني ما تنسونوش باللايك، ما تبخلوش عليا باللايك يا جماعة.
وبكده نكون وصلنا. اللي عارف بقى انا فين يكتب لي تحت كده في التعليقات. خمنوا بقى كده انا خروجة العيد روحتها لاخواتي فين، يعني خمنوا بقى كده، واللي عارف يكتب لي تحت في التعليقات. بس كده جو بقى وتغيير جو، يا سلام. الواحد كده كان فعلا كان محتاج تغيير الجو ده بأمانة يعني. يعني في كل فين وكده، فين وفين كده لما تغيروا جو بتفرق جدا في النفسية. لكن دلوقتي انا عاوز اغير جو زي اللي غيرته بالظبط تاني عادي. مين بقى بيحب ركوب العربيات دي؟ مين؟ اكتبولي برضو تحت في التعليقات وقولولي انتوا روحتم فين يوم العيد. وكنت هنا بوريكم الملاهي. بس فاكتبولي بقى تحت في التعليقات انتوا غيرت جو ورحت فين يوم العيد. اسكت انا بقى واقف اتفرج عليهم وهم راكبين العربيات؟ مش انا، لا. ركبت بقى كده انا والمرسي وايان ونوجة كمان ورانا، هي وريم ومودي كمان معاهم، واللي واقف نرمين وتوتو. هما الاتنين واقفين مرضوش يركبوا معانا. ركوب العربيات ده يا جماعة حاجة حلوة جدا. يا خرابي كان يوم ما شاء الله، كان حلو جدا. وزي ما قلت لكم تغيير الجو بجد انا كنت محتاجة تغيير الجو ده يعني بطريقة فظيعة. يعني الحمد لله ان انا في اليوم ده خرجت كده وغيرت جو، لان النفسية كانت 0% بمعنى الكلمة. فمين بقى وصل معايا لحد هنا ومحطش اللايك؟ حطوا اللايك واشتركوا في القناة لو انتوا اول مرة تتفرجوا عليا. وقفت بقى كده اخد لي كام صورة، وبعدها اكتشفت ان توتو كانت بتصورني فيديو هي كمان. وده بقى الاوتفيت بتاعي. رحنا بقى كده بعدها ركبنا الساقية، كانت صعبة جدا بخاف منها موت. وما تضحكوش عليا اكمني بخاف منها، لان انا اصلا بعد ما ركبتها قلت يا ريتني ما ركبتها، لان انا بقلق منها مش بحبها. كمنها لما بنبقى فوق وكده شايفه كل حاجه فوق، وكمان وهي بتلف كده وبتيجي نازله يعني، وهي نازله دي بتبقى اصعب حاجه فيها يعني. دي اكتر حاجه فيها انا بحبهاش وهي نازله دي. وكمان عشان فوق وانا اصلا بقلق من المرتفعات يعني مش بحبها برضو. يعني حاجه مش حلوه، مع اني على فكره هي يعني بالنسبة لناس كتير هي لعبة تافهة جدا. يعني السيدة عادية جدا، امال مش عارف ايه ولعبة مش عارف ايه. لكن انا كده انا اللعب اللي زي دي كده مش بحبها اصلا. يعني الحاجات اللي روحي بتروح فيها كده مش بحبها. وهنا مودي كان بيقول لكم هاي، وهو مودي كان مستمتع جدا هو وبابا، لكن انا وايان اللي كنا خايفين. يعني ايان كان هيعيط وانا كمان كنت هعيط معاه، لكن طبعا بقى ايه عمالين نضحك وكده. وهنا اخواتي كانوا واقفين مرضوش يركبوا معانا. ركبت انا والمرسي وايان ومودي بس. طبعا انا ركبت كمان اجباري لان هو كان ركب هو والولاد، وانا طبعا ركبت عشان امسك مع الولاد وكده. وهنا كنت بمسك في العربة اللي كنا راكبين فيها لان كنت خايفة تقع. وانا يا جماعة كمني بتفرج على افلام كتير رعب واكشن وحاجات من دي، فالواحد بيشوف بلاوي في الافلام، فانا علشان كده عندي زي ما يكون الافلام دي جابت لي فوبيا من الحاجات دي. وكمان وانا راكبه بقعد اتخيل كده ممكن تقع، ممكن مش عارف ايه، ممكن المسمار يفك، ممكن كده يعني. ونزلنا بقى الحمد لله وبس كده. وده بقى الطفطف، هو اسمه كده، هو اسمه في المكان ده كده اسمه الطفطف. ركوبه حلو جدا يا جماعة، ممتع قوي. واول يوم طبعا ما كانش فيه زحمة زي ما انتم شايفين، لكن تاني يوم ما كنتيش تعرفي تمشي من كتر الزحمة اللي موجودة. شفتوا بقى التوك والحاجات الحلوة اللي عدت دي. الفون بقى معايا كان فصل على فكرة بعد الفيديو ده. يعني ده كان اخر حاجة عرفت ان انا اصورها، لكن احنا بعدها رحنا قعدنا كده في كافيه واكلنا بقى وشربنا، وكان يوم حلو جدا. ومروحين من على الكافيه ده الصبح كده والنهار طالع. علشان كده ما عدتش عرفت اصور لكم باقي اليوم. وهتشوفوا الساعة دلوقتي داخلة على 3:15 وبس كده يكون الفيديو بتاعنا خلص. يا رب يكون عجبكم، متنسوش باللايك والاشتراك في القناة. وبس كده، مع السلامة، باي.